9 سيناريوهات أمام النادي الأهلي للتتويج بلقب الدوري بعد خسارة بيراميدز من البنك الأهلي ب4 صواريخ مقابل هدفين. امبارح كنا بنقول 3 سيناريوهات، النهاردة بنقول 9 سيناريوهات، يعني الفرص زادت كتير جدا جدا أمام النادي الأهلي للفوز بلقب الدوري المصري. تزايدت فرص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصد لقب دوري نايل هذا الموسم، وذلك بعد سقوط بيراميدز أمام البنك الأهلي ب4 أهداف مقابل هدفين، وذلك في مباراة الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات دوري حسم اللقب. ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وذلك قبل النهاية ب3 مباريات. وخسر فريق بيراميدز ب4 أهداف لهدفين أمام البنك الأهلي في لقاء الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات حسم لقب الدوري. 9 سيناريوهات هنشوفهم وهحكيهم تنتظر النادي الأهلي لحصد اللقب للدوري المصري. يمتلك النادي الأهلي 9 سيناريوهات من أجل حصد لقب الدوري في الجولات الثلاثة المقبلة، حيث يتبقى للفريق سيراميكا كليوباترا ثم البنك الأهلي ثم فاركو، في حين يتبقى لبيراميدز الزمالك ثم بتروجيت ثم سيراميكا كليوباترا. السيناريو الأول حصد 7 نقاط، فوز النادي الأهلي في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة يمنحه 7 نقاط ويمكنه حصد اللقب في النهاية رغم فوز بيراميدز في المباريات الثلاثة، وهو ما يجعلهما يتساويان في النقاط برصيد 56 نقطة، إلى أن النادي الأهلي يمكنه حصد اللقب بفارق الأهداف المباشرة. السيناريو الثاني وهو فوز النادي الأهلي في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة يمكنه حصد 7 نقاط أيضا، وفوز النادي الأهلي بالمواجهات المباشرة لما يتساوي 56 نقطة لكل الفريقين. السيناريو الثالث هو حصد 6 نقاط، جمع النادي الأهلي 6 نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة يمكنه حصد اللقب بعد رفع رصيد 44 نقطة، وهنا يجب معهما تعادل بيراميدز في لقاء وحيد ليجمع 7 نقاط ويكون الفارق نقطة للنادي الأهلي. السيناريو الرابع يمكن للنادي الأهلي حصد اللقب بيجمع 5 نقاط بالفوز في لقاء والتعادل في لقاءين ورفع رصيده 54 نقطة، وفي حالة فوز بيراميدز في اللقاءين والتعادل في مباراة وحيدة يحصد الأهلي على اللقب بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة. السيناريو الخامس حصد 4 نقاط للنادي الأهلي، حصد الأهلي 4 نقاط بالفوز في مباراة والتعادل في لقاء والخسارة في مباراة أخرى يمكنه حصد اللقب برصيد 53 نقطة، وذلك بشرط خسارة بيراميدز لمباراة وحيدة على الأقل، وقتها قد يتعادل الفريقان في النقاط ويحصد الأهلي اللقب بفارق الأهداف المباشرة أيضا. السيناريو السادس حصد 3 نقاط، حصد 3 نقاط للفريق الأحمر بالفوز في مباراة وخسارة في 2 أو التعادل في المباراتين الثلاثة نؤمن بالأهلي اللقب في حالة الفوز بيراميدز لقاء والتعادل في لقاءين وجمع السماوي 5 نقاط، ووقتها يتساوى الفريقان أيضا بالنقاط برصيد 52 نقطة ويكون الفارق للأهلي بجمع الأهداف. السيناريو السابع حصد 2 نقطة فقط، حصد النادي الأهلي بالتعادل في مباراتين وخسارة اللقاء يرفع رصيد الأهلي ل51 نقطة، ولكن لكي يحصد اللقب يجب معهما فوز بيراميدز في لقاء ويتعادل في لقاء ويخسر في لقاء آخر، وفي هذه الحالة برضو الأهلي يتساوى مع بيراميدز في النقاط ولكن يحصد اللقب بفارق الأهداف المباشر. السيناريو الثامن حصد نقطة وحيدة، حصد النادي الأهلي نقطة وحيدة وبتعادل وحيد وخسارة مباراتين يرفع رصيد الأهلي ل50 نقطة ويحصد اللقب في حالة فوز بيراميدز في لقاء وخسارة الاثنين أو التعادل في المباريات الثلاثة، ليكون رصيد الأهلي هو وقتها رصيد بيراميدز في النقاط، ووقتها حسم الأهلي الدرع بفارق الأهداف.
السيناريو التاسع وعدم الفوز في المباريات الثلاثة. عدم فوز الأهلي في 3 مباريات الثلاثة يمكنه حصد اللقب وذلك بشرط عدم خسارة بيراميدز في لقاء والتعادل في لقاءين. طبعا في هذه الحالة يكون النادي الأهلي حصد لقب بطولة الدوري المصري. هنشوف عمرو أديب قال إيه. عمرو أديب يهزأ بيراميدز والزمالك عقب رباعية البنك ويصرح الأهلي حسم الدوري. أكد الإعلامي الكبير عمرو أديب أن فريق لا يستحق الحصول على لقب الدوري وذلك بعد المستوى الكارثي الذي ظهر به الفريق السماوي في مواجهة فريق البنك الأهلي. وقال عمرو أديب في تصريحات تلفزيونية: الأهلي حسم لقب الدوري بعد سقوط بيراميدز والفريق السماوي لا يستحق اللقب المحلي الذي يؤدي بدون طموح. الزمالك يتواجد في الدوري من أجل حصول الأهلي على لقب الدوري، ده عمرو أديب بيقول كده، ونفس الأمر ينطبق على بيراميدز أيضا. هل من المنطقي أن يلمح نادي الزمالك عن تفويت مواجهة بيراميدز؟ فلماذا لا يصر الفريق الأبيض على تحقيق الفوز أيضا على الفريق السماوي بدلا من هذه التلميحات الغريبة؟ مبروك الدوري للنادي الأهلي. هل من المنطقي يتواجد في فريق في 10 سنوات لا يمتلك القدرة على حصد اللقب؟ الزمالك يتحدث عن دور المظلومية بسبب النقاط الثلاثة، ولكن على أرض الواقع أين الصفقات وأين المستوى الفني وأين رئيس مجلس الإدارة وأين المدير الفني؟ وظيفته تحولت في السنوات الأخيرة إلى توجيه التهنئة إلى النادي الأهلي على حصد الألقاب والزمالك لا يتواجد على الساحة، ونفس الأمر ينطبق على بيراميدز. عمرو أديب بيقول: وظيفتي خلال 10 سنوات الأخيرة اتحولت لتهنئتي للنادي الأهلي للحصول على البطولات والألقاب، ولا يوجد نادي اسمه نادي الزمالك، وأيضا لا يوجد نادي اسمه بيراميدز. بيراميدز ظهر دون المستوى في لقاء البنك الأهلي، وسجل أحمد مدبولي هدفا عالميا في شباك أحمد الشناوي. اختتم عمرو أديب تصريحاته: وظيفة الزمالك وبيراميدز الحديث فقط عن دور المظلومية دون منافسة الأهلي بشكل حقيقي على لقب الدوري المحلي. وعندما يتمكن الأهلي من التواجد على قمة الدوري لا يتراجع ويحسم اللقب في النهاية، حيث لديه الروح والحماس وروح الفانلة الحمراء. هنشوف جدول ترتيب الدوري بعد خسارة بيراميدز النهاردة أمام البنك الأهلي وتعادل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا. نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري عقب هزيمة بيراميدز أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين في استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم. انفرد النادي الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري لأول مرة خلال الموسم الحالي بفارق 2 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من مسابقة الدوري بعد فوز الأهلي على حساب المصري البورسعيدي امبارح في الجولة الخامسة أيضا ب4 أهداف مقابل هدفين. زي النهاردة البنك الأهلي فاز على بيراميدز 4 مقابل هدفين. الأهلي 49 نقطة، بيراميدز 47 نقطة، الزمالك 41 نقطة. البنك الأهلي المصري يتخطى المصري البورسعيدي برصيد 36 نقطة، والمصري البورسعيدي 35 نقطة. سيراميكا كليوباترا 31 نقطة، فاركو 29 نقطة، بتروجيت 25 نقطة، حرس الحدود 22 نقطة. ونجح النادي الأهلي في الصدارة، ونجح أيضا البنك الأهلي في التواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، مستفيدا من هزيمة المصري البورسعيدي امبارح أمام الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين. البنك الأهلي بيقول للأهلي إيه؟ أنت غلبت المصري 4-2، أنا برضو هغلب بيراميدز 4-2 علشان أبقى أنا موجود في المركز الرابع. بنقول مبروك للنادي الأهلي، ومبروك أيضا للبنك الأهلي إن هو أدى النادي الأهلي هدية جميلة جدا، وهو فوز البنك الأهلي على بيراميدز.
البنك الأهلي بيدي النادي الأهلي هدية كبيرة جدا بفوزه على بيراميدز 4-2 مقابل هدفين. البنك الأهلي بيقول للأهلي أنت مش أحسن مني، لأ أنت فزت امبارح 4-2 على المصري، أنا النهاردة هديك هدية كبيرة جدا وهفوز على بيراميدز أيضا 4-2. ونقول مبروك للنادي الأهلي بالصدارة على جدول ترتيب الدوري لأول مرة في تاريخ الدوري المصري 2025. وإنه الأهلي يا سادة، إنه الأهلي يا سادة، إنه نادي القرن. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة عن الأحداث الرياضية اللي قلبت السوشيال ميديا وقلبت جدول ترتيب الدوري وقلبت الدوري المصري بشكل عام، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وبنقول للأهلي مبروك، والصدارة في العمارة زي ما قال الهستيري، الصدارة في العمارة. مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لبيراميدز تعيش وتاخد غيرها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.